برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الفل عليكم. أنا سلمى طايل، وده برنامج من خلال تجربتي على راديو برونتو اف ام. يلا بينا نبدأ أولى حلقتنا بعنوان تقبل الضعف، طريقك للقوة. فاكر آخر مرة حسيت إنك مش قادر تواجه مشكلة أو تعرضت لموقف حرك وجع جواك؟ ساعتها حاولت تخبي إحساسك بالضعف وتتظاهر إنك تمام، بس الحقيقة إن كلنا بنمر بلحظات ضعف، واللي بيفرق هو إزاي بنتعامل معاها. النهاردة هنتكلم عن تقبل الضعف، وإزاي الاعتراف بيه هيخليك أقوى في حياتك وأقوى في علاقاتك. ليه تقبل الضعف هو القوة الحقيقية؟ الضعف مش عيب ولا وصمة عار، ده جزء طبيعي جدا من إنسانيتنا، ولما بنعترف بضعفنا هنا بس بنبدأ ننضج وننمو. لما بتتقبل إنك مش كامل هتبدأ تتعلم وتطور من نفسك، وعلى العكس لما بتحاول تغطي أو تنكر ضعفك بتتوهم إن الدنيا تمام فمش بتتحرك، والأسوأ إنك بتتعرض ساعتها لضغط نفسي كبير جدا أنت مش فاهمه، بيأثر عليك وعلى اللي حواليك. كمان تقبل ضعفنا بيقوي علاقاتنا، لأني لما أتقبل ضعفي هقدر أتقبل وأحس بضعف اللي قدامي وأتفهم مشاعره، وكمان اللي قدامي يقدر يحس بيا بشكل أكبر، وبالتالي العلاقات هتكون أقوى. طيب إزاي بقى تقدر تتقبل ضعفك؟ أنا هقولك في 3 حاجات لو عملتهم بصدق هيفرقوا معاك جدا. أول حاجة، اتكلم عن اللي حاسه مع شخص بتثق فيه. إحساسك بالخجل أو الخوف ممكن يقل جدا لما تتكلم مع حد قريب منك، ودايما افتكر إن الفضفضة للشخص الصح بتخفف كتير من الحمل. تاني حاجة، امنح نفسك مساحة للخطأ والتعلم، فبدل ما تلوم نفسك على كل غلطة فكر فيها كفرصة للتعلم، مفيش حد بيتعلم من غير ما يغلط. والتالتة، اكتب مشاعرك هتفهمها أكتر. امسك ورقة وقلم واكتب كل اللي حاسس بيه. الكتابة بس مش هتريحك، لا دي كمان هتساعدك تشوف الأمور بشكل أوضح وتوصل لحلول مهما كانت المشكلة. ومن خلال تجربتي أحيانا الأمور اللي كنت شايفها تقيلة قوي جواك لما بتطلعها على الورق بتلاقيها أبسط كتير مما كنت فاكر. في الختام، الضعف مش عيب، بالعكس دي فرصة إنك تتعلم أكتر عن نفسك، ولما بتقبل إنك مش كامل هتكتشف إنك أقوى بكتير مما كنت فاكر. تقبل الضعف هو أول خطوة تجاه القوة، والقوة دي هي اللي هتخليك تنمو، تحب، وتعيش حياتك بشكل أفضل. استنوني الحلقة الجاية وهنكمل رحلتنا مع صفة جديدة هتخليك أقرب لنفسك. أنا سلمى طايل، وكنت معاكم من خلال تجربتي على راديو برونتو اف ام. ولو حاسس إن الحلقة دي لمستك شاركها مع حد محتاج يسمعها. باي.